السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحريشات ديال بلبولات الشعير الرقيقه، كتجي رطيبه وهشيشه، وهي كما وريتكم في الفيديو ما معجناش، يعني كل حبه بوحديتها وفي نفس الوقت بزربه كطلع بدون اي دقيق كنزيدوا ليها ولا حتى شي حاجه. سنحتاج 2 اكواب معياريه ديال البلبوله ديال الشعير الرقيقه اولا السميد الشعير، وغادي نديرو معاها ملعقه الا ربع ديال الملحه صغيره، وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. تقدروا تستعملوا حتى الخميره البلديه، طبيعه الحال غادي تجي احسن. غادي نحاولوا ندخلوا هذيك الزويته كلها في البلبوله ديالنا حتى تلبس كلها. وغادي نحتاجو هنايا، انا غادي ما غنديرش فيها الماء سخون وغنخليها تفزاك بحال البلبوله متوسطه، حيت هذه دغيا هذه الا درتي فيها الماء طايب بزاف غتعجن. غادي ناخذ نصف كاس ديال الماء سخون، ما يكونش غليان، غير سخون باش ما يخسرش لينا اللبن، ونصف كاس ديال اللبن. غادي نخلطوهم، غادي يولي الخليط دافئ وغنكبوا عليها، غنخلطوه واحد شويه، وغادي نحاولوا نزيدوا حتى الخليط حتى يولي عجينه ديال الحرشه. كميه السوائل اللي استعملت 2 اكواب ونص، هذا الكاس قد الكوب المعياري. الماء بطبيعه الحال اللي كنضيف من بعد هو دافي، ما يكونش سخون. تقدروا خميره ديروها مع شويه ديال الماء دافي في الاول وتخليها تتفاعل عاد ديروها، ولكن انا كنبغي ندير كلشي في اناء واحد، ما كنبغيش ندير بزاف ديال الماء. في هذا الاثناء كنتمنى ناخذ حسنه مع بعضياتنا ونصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقولوا سبحان الله والحمد لله. حنا دابا في رمضان، باش الله يزيد لنا في الحسنات ديالنا ويتقل الميزان ديالنا. نغطيوها بكيس بلاستيكي اولا طبسيل، ونغطيوها بشي منديل ونخليوها تخمر. هكا انا هي خليتها غير فوق البوطاجي تقريبا شي ثلث ساعه. ها هي دابا خمرات وتنفخات. ها هي فاش كتبقى تقيسها كتلقى هذيك البلبوله رطبه وهشيشه، كتجمع في اليد بحال هكا كما وريتكم في الفيديو. دابا نحاولوا نشكلوها. الا بغيتو ديروها هكا حرشه كلها كبيره تقدروا ديروها طبيعه الحال، ولكن انا كيعجبوني هكا حريشات، كيجيو زوينين، كيجيو حلوين. غادي ندردروا السميده ديالنا ديال البلبوله، غادي نديروا الا بغيتو ديروا ايطال ديروا، ما بغيتوش صافي ماشي ضروري، تقدروا ديروا غير بيديكم، هي هكا كيجي شويه مقاد. وكديروا هذيك العجين ديالنا وكديروا البلبوله من فوق منها وصافي سهله. وغادي نهزوها، غادي نحطوها فوق مقله تكون ساخنه جدا، والنار تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش عاوتاني مهيله بزاف، تكون متوسطه. واذا عندكم باش تغطيوها كتكون احسن. واهم حاجه باش الحرشه ما تهرس ما حتى شي حاجه، هي ما تقلب حتى تولي بحال هكا. انا هنا نوري لك، هنايا هي طابت حتى تفوت النص، تيتبدل ليها اللون تفوت النص، اما النص ولا تفوت النص، عاد قلبها ديك الساعه غادي تجي زوينه. انا هنا غنوريها لكم. انا هنا هزيت اكثر وحده مخربقه ما عرفتش علاش، المهم هزيت اكثر وحده مخربقه كذا كنوريها لكم. المهم انا كنوريكم كل وحده والسمك ديالها، حيت شي وحدين درتهم غلاضين شي وحدين درتهم رقاقين، وغنوريهم لكم كاملين باش اللي كتعجبو رقيقه يديرها واللي كتعجبو غليظه يديرها. كلشي كيجي زوين وكلشي كيجي رطب. وتاد الغليظه هذه راه ما معجنه ما حتى شي حاجه. انا غنحلهم دابا قدامكم ونوريها لكم. هنايا راه كانوا باقيين سخونين، انا كيفاش حليتها لكم قدامكم. هذه راه الغليظه، وهنايا من اللي بردوا. انا نحاول نحكاكا بيدي باش تشوفوا راه ما معجنه ما حتى شي حاجه، كتبقى هكا حبه حبه وفي نفس الوقت رطيبه. يعني كنتمنى تجربوهم، كيجيو زوينين بزاف وصحيين وساهلين دغيا وما تحتاج لا تفزكي لا ما تفزكي لا حتى شي حاجه. ومش بالضروره تكون كتعرف كاع اصلا طيب، اول مره ديرهم يصدقوا لك. كيجي زوينين مع الجبن وزيت البلديه بحال هكا. انا كيعجبني مع الجبن وزيت البلديه، وكاين اللي كيعجبهم مع العسل. كنتمنى يعجبوكم. انا هنا حليت لكم هذه اللي رقيقه، انا نوريها لكم. هذه راه بارده ورقيقه، يعني راه زوينه تبارك الله. كنتمنى تجربوها وتقولوا لي في التعاليق، ان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك. كنتمنى هاد الوصفات يعجبكم. انا كنحاول هنايا هاد رمضان ندير كاع الوصفات اللي شويه صحيين وما فيهمش السكر، بالنسبه للناس اللي مرضى السكر ولا اللي عندهم مقاومه الانسولين، اولا اللي باغي ينقص الوزن، اولا اللي باغي يدير ريجيم، ولا باغي يكون الحياه ديالو صحيه. انا هنا راه كندير فيها الزيت حيت كتعجبني مع الزيت والجبن، كتجي زوينه بزاف. شكرا على حسن المتابعه، وكنتمنى لكم رمضان مبارك وشهيه طيبه.